حبايبي، قبل ما يبدأ المسلسل تعالوا نصلي على النبي عليه الصلاة والسلام، وما تنسوش اللايك والشير والاشتراك في القناة. جيت وجبت لكم ملخص المسلسل الصيني حب في الربيع. ومسلسلنا النهارده بيتكلم عن شاب وبنته معاق، وكانوا أصدقاء جدا في أيام المدرسة، ومرت السنين وتقابلوا تاني. بس تفتكروا هيقعوا في حب بعض ولا هيفضلوا مجرد أصدقاء؟ طب لو عاوزين تعرفوا أنا بقصد أقول إيه، تعالوا بينا نشوف الملخص مع بعض، بس يا ريت تكملوا للآخر. ويلا بينا. يبدأ المسلسل بتشين اللي بيكون بتحضر محاضرة لتعليم تغسيل الميت. ما شاء الله عليه، واضح انها بداية مبشرة خالص. طب خلونا نكمل. المهم ان تشين بيكون شغال في الدايرة الحكومية لغسل الميتين، والغريب بقى ان بيكون عنده فريق كامل بيشتغل معاه وبيديهم دروس في تحنيط الميت. وبيكون واضح جدا ان تشين شخصية هادية جدا مش مرعبة يعني. اما هنا بقى فبتكون جاي رايحة على المستشفى عشان تعمل عملية المرارة، وبتكون داخلة المستشفى على الترول ولا كأنها من اهل المكان. وهنا بنعرف انها بتعمل دراسات عليا في المستشفى والكل بيكون عارفها، وواضح جدا انها شخصية شقية جدا على عكس تشين خالص. ده فاضل له شويه ويشغل لنا اغنيه ايها الراقدون تحت التراب، وهو بيشرح لتلاميذه اللي بيحصل للميت بعد ما روحه بتطلع. وبعد كام يوم دي بتاخد اجازتها السنويه عشان تنزل بلدها وترتاح بقى يومين بعد العمليه. وفي القطر بتقابل تشين اللي بتقدر تتعرف عليه بسهوله لانه كان صاحبها ايام المدرسه، وبتحاول تفكر جي بيها. لكن اللي بيحصل ان تشين بيفهم انها بتحاول تقرب منه، فبيسيب لها المكان خالص وبيمشي. غبي، تعالى هنا يا غبي. ولما بينزلوا من القطر جي بتروح ورا تشين علشان تفكره بنفسها تاني، وبتطلب منه ان هو يوصلها في طريقه. وتشين بيحاول يتهرب منها وبيقول لها الود اوصلي، بس والله مش هينفع عشان عندي شغل مستعجل جدا. وبيمشي وبيسيبها، وجي بتروح على بيتها وبيقابلها جوز مامتها اللي بيكون مهتم بيها جدا، وبيتضح ان جي بتحبه جدا. اما تشين فبيروح على مركز غسيل الميتين علشان يفض الخناقه الموجوده هناك بسبب اهل المتوفي. وجي بتنزل تشوف مامتها، لكن بتلاقي مامتها متجمعه مع شويه عواجيز وبيلعبوا. ولما بتروح تتفرج عليهم بتلاقي العجوزه دي ما شاء الله عليها واقفه بتلعب بينج بونج، بتستفز الناس عشان يلعبوا معاها وتكسبهم. ولما بتشوف جي بتفضل تتكلم على حفيدها، وجي بتفهم انها بتدور على عروسه لحفيدها، فبتاخدها على جنب وبتقعد معاها وبتقول لها بصي، العرايس والعرسان دلوقتي بقوا حاجه نادره جدا، وانا هساعدك في الموضوع ده واعمل معاكي موقف طولي. وبتقول لها على برنامج تعارف موجود عليه شباب وبنات كتير جدا، وهي تقدر من خلال البرنامج ده تشوف عروسه لحفيدها. المهم ان الجده بتكون مركزه جدا مع جي وهي بتشرح لها، وبيكون واضح عليها اعجابها بجي. وبعد ما بتخلص فقره التعليم دي بتروح لمامتها اللي بيكون عندها محل تيكاوي للوجبات السريعه علشان تسلم عليها وتفضل معاها. واخر اليوم بيرجعوا على البيت مع بعض علشان يتعشوا سوا، وبيفضلوا يتكلموا على اخواتها اللي بيكونوا تعبين مامتهم جدا بسبب اهمالهم. وبعد شويه بتيجي اختها الصغيره وبتكون لمده شويتين ثلاثه. وتاني يوم جي بتنزل السوق وبتساعد مامتها في توصيل الطلبات. وبعد ما بتخلص شغلها بتروح تحضر مسرحيه في مكان شعبي، وبتلاقي تشين قاعد يتفرج على المسرحيه دي. طب هي بقى هتسيبه في حاله؟ لا طبعا. بتروح عنده وبتقول له هو انت لسه مش فاكرني ولا ايه؟ وتشين بيقول لها انت تاني ايه يا بنتي؟ هو انت بتمشي ورايا ولا ايه؟ بس عاوزه اقولك على حاجه، الكرسي اللي انت قاعده عليه ده كرسي جدتي. وجي بتقول له انت بتقولي كده عشان امشي صح؟ وفجأة بتلاقي الجدة جاية وبتتكلم معاه، وتطلع ان الجدة اللي كانت بتدور على عروسة لحفيدها هي نفسها جدة تشين. وتشين ما بيكونش فاهم هي جدته عرفت جي منين، على الرغم من ان تشين كان قاعد قبلها بيومين مع عروسة والمفروض ان جدته هي اللي جايبها له برضه. وكان واضح ان تشين بيحاول يطفشها طول الوقت بسبب كلامها الكتير ده. المهم ان احنا بنرجع للوقت اللي احنا فيه، وجيت بتروح تقعد مع الجدة. وتشين بتعرف من جي ان تشين كان صديقها في المدرسة، وبتعرفها انها مش عايشة في البلد بسبب شغلها ودراستها في شنغهاي. وده بيخلي الجدة تتحمس اكتر لما بتحس انها عروسة مثقفة. المهم ان اكتر واحد بيكون مش مبسوط بالقعدة دي هو تشين اصلا، وبيقول لجي ما تشوفي موبايلك كده، يعني اللي يكون حد بيرن عليكي وبتمشي من هنا بقى يا ستي. وجي بتفهم ان هو مش طايق وجودها، فبتمثل ان جالها اتصال فعلا وبتستأذن وتمشي. ولما جي بتروح على البيت بتكلم صاحبتها وبتحكي لها اللي حصل معاها. اما الجده فبتفضل طول الليل تقنع تشين بجي. وهنا بنعرف ان جي عندها رجل مقطوعه ومركبه رجل صناعي علشان تقدر تمشي بشكل طبيعي. والجده بتحاول تقنع تشين بالنقطه دي، لكن تشين ما بيكونش اصلا حابب شخصيتها الشقيه دي لانها بتكون عكس شخصيته تماما. اما جيفا بتكون في بيتها وبتتعامل مع اصابتها بشكل طبيعي جدا، وبتكون في الحمام لوحدها، ومامتها بتكون قلقانه عليها جدا وبتحاول انها تساعدها. لكن جي بتكون مسؤوله عن نفسها واصابتها بشكل كامل، وما بتحاولش تخلي حد يعمل اي مجهود معاها ولا يشيل همها. وتاني يوم جي بتصحى من النوم على الخناقات العائليه اللي بتحصل كل يوم يعني. وبيجي اخوها اللي بيكون عامل زي المفتش كرومبو ده وبيكون معاه وزه وعاوز يربيها في البيت، ومامته بتمسك اعصابها بالعافيه علشان ما تروحش تضربه. وتشين بينزل شغله
وجدته بتروح للعرافة عشان تشوف نصيب جي وتشين مع بعض، والعرافة بتأكد لها ان هيحصل بينهم ارتباط، ده غير ان كان في اصلا حب قديم بينهم. وفي الوقت ده بتكون مامة جي بتتخانق مع ابنها اللي بيكون عاوز يسافر بره البلد عشان يحقق حلمه في الرسم، وتقريبا كده هيشيل مامته من كلامه يا عين، وبيجري من قدامها بمعجزة. يا شيخ حرام عليك. واخر اليوم جي بتروح عشان تشوف المكان اللي بيسهر فيه، وبيكون ده نفس المكان اللي تشين سهران فيه مع اصحابه، ولما بتشوفه بترمي عليه السلام، لكن تشين ما بيديلهاش اي اهتمام. وبعد شويه تشين بيكون متضايق جدا من وجود جي في المكان، فبيقوم يمشي. ولما بتيجي ترجع على بيتها بتفضل لوحدها، وبيكون واضح عليها انها تعبانه وهي شايله مسؤوليه رجليها لوحدها. لكن اللي حصل من 7 ايام هو ان جي لما راحت تعمل عمليه المراره خدت بعدها اجازه، وده يعتبر اول اجازه تاخدها من زمان، وكانت مبسوطه جدا وهي راجعه على بيت اهلها عشان تقضي معاهم الاجازه. وجي بتحكي عن عيلتها اللي بتتكون من مامتها اللي بتشتغل في محل شعبي لبيع المأكولات الشعبية، وجوز مامتها اللي بيهتم بالبيت وبيساعد مامتها برضه، واخوها الصغير اللي ما بيكونش عارف هو عاوز ايه في حياته اصلا، واختها الصغيره القردة اللي محدش بيقدر يضحك عليها ابدا. ونسيب بقى عيلة جي على جنب وبنركز على عيلة تشين اللي بتكون مكونة من شخصين بس، وهما تشين وجدته اللي بتكون عاوزة تجوزه بأي طريقة وتفرح بيه بقى. وبتعرفوا انها سألت العرافة عن علاقته بجي وقالت انها في توافق بينهم، بس طبعا تشين ما بيهتمش لأي حاجة وبيسيبها ويمشي. وفي الوقت ده بيكون اخو جي طالع هو والوزة بتاعته وبيرسم في نص البحيرة، وبيتفاجئ بوجود جثة شاب صغير في المية، وبيتصل بهيئة الجنازة اللي هو تشين وفريقه عشان يروحوا ياخدوا الجثة. وجي بتروح عشان تاخد اخوها من مكان الحادثة، وبتلاقيه متأثر جدا بموت الشاب ده لانه مات وهو متخانق مع اهله. ولما بيرجعوا على البيت جي بتحاول تتكلم مع مامتها عشان تقنعها بسفر اخوها من البلد، لكن مامتها بيكون واضح انها قلقانة عليه جدا لانه بيكون سنه لسه صغير ومش هيقدر يشيل مسؤولية نفسه. ومامتها بتفهمها ان اخوها عنده التزامات كتير وما بيعرفش يعمل اي حاجة ولسه مسؤول منها وبياخد مصروفه منها كمان. فجي بتطلع الفيزا بتاعتها وبتعرضها على مامتها عشان تساعدها في مصروف البيت، لكن مامتها بترفض وبتعرفها انها هتصرف على اخواتها زي ما صرفت عليها بالظبط. وتاني يوم جي بتكون في السوق مع اختها الصغيره وبتقابل الجده وتشين، وطبعا تشين اول ما بيشوفها بيقول لنفسه يا فتاح يا عليم يا رزاق يا كريم. وجي بتعمل انها هبله وبتقعد مع الجده اللي بيكون واضح جدا حبها لجي وشايفاها عروسه مناسبه جدا لتشين، وبتسالها عن البرنامج اللي عرفتها عليه اذا كانت لسه بتستعمله ولا لا. وجي بتقول لها لا انا كبرت على الحاجات دي خلاص، بقيت بصطاد العرسان بنفسي يا شيخ والنعم الاخلاق والله. واخر ما تشين بيزهق بياخد جدته وبيمشي وبيقول لها انا عاوز اعرف بقى اشمعنى جي اللي انت اخترتيها يعني. وجدته بتقول له اصلها روحها جميله قوي. وتشين بيقول لها دي هبله، دي بتمشي تكلم طوب الارض لو ما لقيتش حد تكلمه بتكلم نفسها. وفي الوقت ده جين بيكون مع عائلتها وبتحضر الاكل معاهم، وبعد الاكل اخوات جي كلهم بيتجمعوا في اوضه مع بعض وبيتكلموا على جي وبيكونوا فاهمين ان جي مرتبطه بتشين لكن من وراه ومخبيه عليهم يعني. اما تشين فبيكون قاعد مع فريقه اللي بيجيبوا سيرة جي اللي كان بيساعدها ايام المدرسة. وتشين بيتضايق جدا لما بيلاقي واحدة من زمايله بتتكلم على جي بطريقة مش كويسة وبيقوم يتخانق معاها، وبيفتكر أيام المدرسة وقت ما كان شاب مشاغب جدا وما كانش بيحب يشارك في أي مسرحية مدرسية لأنه كان شاب انطوائي وبيروح المدرسة غصب عنه أصلا. وفي اليوم ده المس كانت محتاجة طالبين يمثلوا دور الشجرة في المسرحية دي، وما كانش فيه قدامها حد يمثل الدور ده غير جي اللي بتكون قاعدة أغلبية الوقت، وتشين اللي ما كانش بيوافق يعمل أي حاجة. المهم إنهم بيوافقوا يعملوا الدور ده، وجي فضلت تضحك على تشين بلبس الشجرة ده على أساس إنها مثلا لابسة فستان سندريلا. وبما إن جي كانت طالبة صاحبة إعاقة فكانت بتواجه مشكلة طول الوقت بسبب رجليها لدرجة انها بتلاقي صعوبة في دخولها التواليت. وبنرجع للوقت اللي احنا فيه وجي بتكون رايحة اجتماع يخص شباب البلد اللي ليهم شأن في البلد. وجي لما بتدخل الاجتماع بتفضل تتكلم مع كل الموجودين لانها اصلا بتكون شخصية اجتماعية جدا، وبيكون واضح انها ودودة مع الكل وبتاخد ارقامهم عشان تتواصل معاهم. ولما بتيجي تطلب من تشين رقمه بيقول لها الموبايل مش معايا. ايه قضي الرخامة دي. المهم ان بعد شوية بيبدأ الاجتماع وجي بتحس ان الاجتماع ممل جدا فلازم تعمل حاجة عشان تغير الجو ده. فبتقوم تعمل ايه بقى؟ بتروح تضرب تشين في رجله برجليها المقطوعه دي وبتقول له انت معاك العربيه؟ وتشين بيقول لها بس انا مستعجل ما اناش فاضي يعني عشان اوصل حد. وجي بتقول له طب يا سيدي شكرا. وتشين بيقوم يمشي وجي بتكون حاسه بتعب بسبب الخبطه اللي عملتها في رجليه دي، وبتتصل على صاحبتها علشان تعرفها ان الرجل الصناعيه دي حلوه قوي. المهم ان جي بتروح تقعد في الشارع لانها ما بتكونش قادره تمشي، وتقريبا كده بتصعب على تشين فبيرجع عندها علشان ياخدها معاه ويوصلها يعني، وبيضطر ان هو يشيلها على ظهره زي ما كان بيشيلها ايام المدرسه علشان يركبها على
الموتوسيكل وقتها، وطول الطريق جي بقى ما بتصدق وبتفضل تتكلم، وتشين بيكون نفسه يقطع ودنه بسببها. اما جدة تشين فبتكون قاعده مع العرافه وبتحاول تلاقي طريقه تقرب جي وتشين من بعض. المهم ان تشين بيوصل جي لبيتها وبيتكلم معاها على اطرافها الصناعيه وبيمشي، لكن اللي بيشوفهم مع بعض هم اخواتها الصغيرين اللي بيتاكدوا انهم ارتبطوا لما بيلاقوهم مع بعض طبعا. اما جي فبتدخل على بيتها وبتاخد الشاور الجميل ده وبتكلم صاحبتها وبتحكي لها اللي حصل معاها، وبتفضل تحكي لها ذكرياتها مع تشين ايام المدرسه، وبتعرفها انه كان اغلبيه الوقت بيساعدها، وبترجع فلاش باك لورا وقت ما كانت الدنيا بتمطر ايام المدرسه، وجي ما كانتش عارفه تمشي في المطر. وفي اليوم ده تشين شافها وراح عندها علشان ياخدها على ظهره ويمشي بيها طول الطريق، وبيتعرضوا للتنمر من اصحابهم، لكن تشين ما بيهموش اي حاجه بتتقال. وبنرجع للوقت اللي احنا فيه، وتشين بيرجع على البيت وبيلاقي جدته مستنياه علشان تقنعه بجي. اما جي في الوقت ده فبتكون مع اخواتها اللي بيفضلوا يلفوا وراها في البيت كله عشان يعرفوا ايه العلاقه اللي بينها وبين تشين، لحد ما جي بتقول لهم يا جماعه افهموا، تشين ده مجرد صديق قديم من ايام المدرسه، ولما كبر ما بقاش معبرني اصلا. اما تشين في الوقت ده فبيعاني من جدته اللي بتفضل تهزقه وتهينه لانه مش بيسمع الكلام، وبيفضل يتكلم على جي بطريقه وحشه جدا، وبيقول لها والله جي دي وهي صغيره كانت جميله، بس لما كبرت بقت عامله زي ام 44 كده. اما جي في الوقت ده فبتكون مع اخواتها اللي بتحاول تقنعهم ان مفيش علاقه بتربطها بتشين خالص، لكن تشين في الوقت ده بيروح لمجموعة من أهل القرية بيكون عندهم إيمان بأنهم ممكن يحضروا روح المتوفي علشان يشوفوه، وتشين بيروح يحضر الجلسة دي على أمل إن هو هيشوف اللي بيحصل حقيقة ولا لأ. المهم إن الساعة أول ما بتدق 12 بيفتحوا الشبابيك علشان يشوفوا الروح هتظهر ولا لأ. أما جي في الوقت ده فبتحاول إنها تساعد جوز مامتها في شغله ولا كأنها صبي عنده، وبترجع آخر اليوم وفي الطريق بتسمع صوت الراديو وهو بيتكلم عن مساعدات البلد، فبتروح لمامتها البيت وبتقول لها أنا هوعدك إن أنا هكون شخص مفيد للبلد. وبتفضل طول الليل تخطط في انها تكبر مشروع بتاع مامتها ويكون عندها طلبات كتير جدا. وتاني يوم البلد كلها بتعرف ان جي هتساعد مامتها وبيفضلوا يفكروا فيها هي عن المحل، ومامتها بتكون فخورة بيها جدا. اما جي فبتكون في السوق وبتقابل الجدة العجوزة وبتطلب منها تروح معاها البيت علشان عاوزة تتكلم معاها. ولما جي بتروح على بيت العجوزة بيكون تشين في البيت، فبيحاول يلاقي طريقة يهرب بيها من القعدة دي، لكن جدته بتجبره ان هو يقعد معاه، بس هو بيكون مش طايق نفسه. والجدة بتفضل تحكي لجي عن تشين، وبعد شوية الجدة بتعمل انها هبلة وبتسيبهم مع بعض شوية وبتمشي بحجة يعني ان وراها شغل كتير. حبيبتي يا تيت. وجي بتقعد مع تشين وبتحاول تتكلم معاه، لكن تشين بيكون قليل الذوق جدا وبيخليها تمشي من البيت يا غبي. وجي وهي ماشية في الطريق بتلاقي تشين باعت لها رسالة وبيعرفها ان هو هيعزمها على الاكل كاعتذار على قلة ذوقه يعني. بس تفتكروا جي بقى تتقل وتخلي عندها شوية كرامة وتقوله لا مش هاجي عشان مش فاضية؟ لا طبعا ما بيحصلش الكلام ده خالص، وبتروح تقابله عادي جدا وبتاكل معاه وبتفضل تعكسه طول ما هي قاعدة معاه. ايه يا بنتي نو كرامة خالص. المهم ان تشين بيحاول يكون لطيف معاه وبيحكي لها عن اللي حصل معاه في موقف اهل البلد اللي كانوا عاوزينه يحضر الروح، لكن وقت ما فتحوا ضوء الشمس علشان يشوفوا الروح تشين معرفش يشوف اي حاجة لانه كان مشغول بيشيل رجله من تحت رجل الراجل اللي كان واقف عليها ده. المهم انهم بيخلصوا الاكل وبيطلعوا يتمشوا مع بعض شويه، وتشين بيطلع جدع معاها جدا وبيوصلها لحد البيت، وقبل ما يمشي جي بتطلب منه رقمه علشان يكونوا على تواصل مع بعض. المهم ان تشين اخيرا بيتنازل وبيتعاطف وبيديها الرقم، وجي بتشكره على مساعدته ليها ايام المدرسه وبتمشي، وتشين بيروح عند المدرسه. وبنرجع فلاش باك لورا وقت ما كان تشين بيتضايق جدا من عقاب المدرسه له، وكانت بتجبره ان هو يساعد جي غصب عنه بما انه مش بيشارك في اي نشاط في المدرسه وانطوائي جدا. وبيفتكر يومه معاها، وبيفتكر برضه وقت ما كان بيروح يشوف مامته بعد المدرسة وهي في الشارع يعني، لأن باباه ومامته بيكونوا منفصلين وهو عايش مع جدته. وتشين بيعتبر انطوائي بسبب الموضوع ده، وكان بيحب يشوف علاقة جي مع أهلها واهتمامهم بيها طول الوقت. وتاني يوم جي بتسافر على شنغهاي، واختها بتكون زعلانة جدا إنها هتسافر ومش عاوزاها تمشي، لكن جي بتضطر إنها تمشي وجوز مامتها هو اللي بيوصلها. ولما بتوصل المحطة بتلاقي تشين مستنياها هناك علشان يودعها، وبتكون مبسوطة جدا إن هو جه يودعها وبيوصلها لحد مكانها في القطر. وقبل ما يمشي جي بتقرب منه وبتبوسه قدام الناس كلها، وكل اللي في القطر بيصوروهم ولا كأنه حدث تلفزيوني مثلا. المهم ان تشين بعد ثواني لما بيفوق كده بيتكسف وبيمشي، لكن بيكون صورتهم مع بعض اتنشرت على جميع وسائل التواصل. المهم ان الصورة دي بيشوفها فريق تشين اللي معاه في الشغل وبيفضلوا يضحكوا وبيكونوا مبسوطين جدا ان اخيرا تشين حب واحده، اخيرا بعد كل حبه للاموات ده. ولما تشين بيشوفهم هم واقفين مع بعض بيفهم ان في حاجه، ولما بيسالهم الكل بيتهرب منه، وجي بتفضل طول الطريق تفكر في اللي حصل
حصل بينها وبين تشين. اما تشين فبيكون مش مركز في شغله خالص بسبب اللي حصل ده. ولما جي بتوصل شقتها صاحبتها بتكون مستنياها وبتعرفها انها كانت قريبه من تشين، وجي بتقول لها طب وانت عرفتي منين؟ فبتوريها الصوره اللي اتنشرت لهم، وجي بتتصدم لما بتلاقيهم اتفضحوا كده. وجي بيكون كل تفكيرها في تشين اللي هيكون اتكسف قدام كل اهل البلد. اما تشين فبيكون لحد دلوقتي ما هوش عارف حاجه لحد ما جدته بتبعت له الصوره وبتقول له بتضحك عليا يا واطي، طبعا لو حلف لك 100 امين انه ما يعرفش ميرفت يمين مش هتصدقيه. المهم ان تشين بيكون هين عليه يختفي من الوجود اصلا، وتشين بيروح يشتغل. في الوقت اللي بيكون معاه حاله بيحس بحركه في المكان، ولما بيروح يشوف الحركه دي جايه منين بيلاقي طفل صغير، وبيعرف ان الطفل ده بيكون ابن الست اللي ماتت، فبيصعب عليه وبياخده. اما جي فبتفضل طول الليل قاعده مع صاحبتها وبتتكلم معاها عن تشين اللي مش طايقها اصلا، انها قربت منه غصب عنه يا شيخه. المهم ان جي بتقرر تبعت لتشين رساله عشان تعتذر له فيها، وفي الوقت ده بيكون تشين قاعد قدام صورتها ومسح رقمها وعمل لها بلوك. ولما جي بتبعت الرساله ما بتوصلوش، فجي بتفهم ان تشين مسح رقمها. وتاني يوم تشين بيقعد مع جدته وبيعرفها ان جي سافرت شنغهاي ومش هيقدر يتكيف معاها ابدا ولا مع شخصيتها المتحرره دي. المهم ان الجده ما بتقتنعش بكلامه وبتكون عاوزه تجوزه جي باي طريقه. اما جي فبترجع على شغلها وكل واحد منهم بيكون وحيد في حياته. وفي يوم الجده بتعرف ان تشين مش حاطط موضوع الجواز ده في دماغه خالص، فبتفضل تجري وراه عشان تضربه وترجعه لعقله تاني، بس مفيش فايده لحد ما بيجي اتصال لتشين من الشغل عن حادثه كبيره جدا وبيضطر ان هو يسيب جدته ويمشي. اما جي فبيكون في اجتماع مهم يخص تخصصها، لكن بيجي لها اتصال عن مشكله حصلت في بيت مامتها وبتضطر انها تمشي. وتشين لما بيروح الشغل بيعرف ان الشخص المتوفي هو جوز مامة جي، ومامتها بتكون موجوده في المكان لكن مصدومه من اللي حصل. وللاسف جي بتعرف وفي الطريق بتفضل تعيط وبتفتكر وقت ما باباها مات وهي كانت معاه في العربيه وتعرضوا لحادثه خطيره والعربيه اتقلبت بيهم، وهي الحادثه دي اللي كانت السبب في بتر رجل جي. المهم ان جي بتوصل على دار الجنازه وبتلاقي اهل البلد مستنيينها وعملوا الورق اللازم كله. اما مامة جي فبتكون مع تشين في المكان وبتخلص اخر اجراءات وبتكون مصدومه من اللي بيحصل معاها، وخصوصا انها كل ما بتتجوز واحد بيموت في حادثه. واضح ان وشك حلو قوي يا ست الحبايب. المهم ان جي بتروح تحضر قاعه الجنازه وبتقابل اخواتها هناك اللي بيكونوا منهارين من اللي حصل، والراجل اللي هيعمل الطقوس ده بيطلب من اختها الصغيره ان هي اللي تعمل الطقوس دي. اما تشين فبيكون في اوضه المشرحه وبيجهز المتوفي للجنازه، وجي بتكون في قاعه الجنازه وبتستقبل الناس وبتفضل تفتكر ايامها الحلوه اللي كانت مع عائلتها. وتشين بيروح لجي وبيحاول يخفف عنها اللي حصل، خصوصا لما بيلاقيها منهاره كده بتبدا تعيط، فبياخدها في مكتبه عشان ما تصحيش اخواتها، وبتفضل تتكلم على جوز مامتها اللي كان له اثر كبير جدا في حياته، وبتقول له انت عمرك ما هتحس بيا عشان ما جربتش انك تفقد شخص مهم جدا في حياتك. وتشين بيعرفها ان هو فقد اهم شخص في حياته وهو صاحبه، وبنرجع فلاش باك لورا وهو بيحكي لها عن صاحبه اللي كان بيتخانق في الشارع مع البلطجيه، وفي اليوم ده اتصل على تشين عشان ينقذه، لكن تشين ما كانش مهتم للاتصال اصلا. عشان كده تشين حاسس بالذنب لانه كان في الحادثه دي وما قدرش ينقذه. وبعد ما عرف بوفاته راح على المركز عشان يشوف، لكن صاحب المركز هو اللي هداه وبعد صاحبه عنه واهتم هو بيه، وهو ده السبب في ان هو يتعلم المهنه دي، وفهمه ان الموت ده نصيب وقدر ومكتوب، وصاحبه كان هيموت باي طريقه في اليوم ده لان حياته وقفت لحد هنا. وبيحكي لها ان صاحب المركز ده اثر على حياته تاثير كبير جدا، ويوم ما استلم المهنه دي هو اول واحد راح عنه علشان يعرفه، وكان بيمر باوقات صعبه كتير، لكن اللي اتعلمه من الشغل ده هو تخفيف وجع الناس. وجي بتحاول تفهم تشين بالرغم من انها بتكون حاسه بتعب كبير جدا. اما عيله جي فبيكونوا حطوا اعلان حداد على البيت، ومامتها بتروح البيت وبتحاول تتكيف على الوضع الجديد رغم انها مش قادره تستوعب اللي حصل. وبيت العيله اتحول من فرح وضحك لحزن وكآبه وحداد. وبعد كام يوم العيله كلها بتتجمع في مساعده مامتها علشان يقدروا يخلصوا شغلها، لان جوزها هو اللي كان بيساعدها في كل حاجه، وجي بتضطر تفضل مع عائلتها عشان تقف جنبهم. اما تشين فبيفضل يفكر في جي وفي حالتها دلوقتي واللي حصل معاها، وتقريبا كده قلبه بدأ يحن لها، يا رب يا مسهل. وجي بيكون حاسه بمامتها اللي مش قادره تتقبل اللي حصل معاها وبتحاول تقف جنبها. اما جي بترجع على شنغهاي وبتتنقل على بيت تاني وبتاخد حاجتها، وصاحبتها بتحاول تقف معاها وتصبرها على اللي حصل معاها. وبتنزل تاني يوم الشغل، وهناك بتلاقي بنت اسمها جيني وبتحاول تستفزها طول الوقت علشان تاخد مكانها في الشركه. ولما جي بتطلع بتلاقي اتصال من مامتها وبتعرفها انها مش لاقيه اختها الصغيره، وجي بتكون مخضوضه جدا وبتحاول تتصل على اهل البلد عشان تشوفه، لكن بتلاقي تشين بيكلمها وبيعرفها ان اختها الصغيره معاه هو، وبتروح تستناهم في البيت. وجي اول ما بتشوف اختها الصغيره بتضربها لانها هربت من البيت، وتشين بيبعدها عنها وبيقعد معاها وبيفضل يصبرها على موت باباها، وبيحاول يفهمها ان الاموات ارواحهم بتكون طول الوقت حوالينا وبيكونوا شايفيننا، وروحهم بتكون زعلانه لما بيشوفوا اللي بيحبوا
بيحبوهم وهم زعلانين. المهم ان جي ما بتاخدش بالها من اي حاجه غير تشين اللي بيكون مهتم باختها الصغيره وبيفضل جنبها لحد ما بتنام. وجي بتقول لنفسها لا بقى ده انت عريس لقطه ومش هسيبك. وبعد ما بتنام اختها بيجي تشين يمشي، لكن جي بتقول له الله طب ما تقعد معانا شويه يمكن تنورنا. وتشين بيقول لها لا انا همشي بقى، هروح انور في مكان تاني. وجي بتقول له طب مش هتسجل رقمي تاني؟ وتشين بيضطر ان هو ياخد رقمها علشان يطمن عليها وبيمشي. وكل واحد منهم بيكون سرحان في علاقته مع التاني هتوصل لايه. وتاني يوم جي بتاخد اختها الصغيره وبتفسحها وبيرجعوا القريه بتاعتهم من تاني، لكن جي بتحاول تشوف اي طريقه تخلي مامتها تطلع من الجو اللي هي فيه وبتنشط حركه الشغل من تاني علشان تتشغل بيه. وفعلا المحل بتاعهم بيكبر وبيبداوا يسوقوا له على النت وبيعملوا بيدج خاص بالمطعم بتاعهم. اما جدة تشين فبتكون على تواصل مع العرافه طول الوقت علشان تعرف كل جديد في علاقه تشين وجي طول الوقت، على اساس انها بتعرف الغيب يعني. وطبعا كلنا عارفين ان كل ده تخاريف ومحدش بيعرف الغيب غير ربنا وبس. وكل ده دجل وشعوذه. اما تشين فبيكون في الشغل مع فريقه وصاحبه بيكون متخانق مع مراته وتقريبا بيحاول يستخبى منها، بس مراته بتعرف وبيضطر ان هو يفضل يعتذر لها. وتشين بيكون مستغرب العلاقه اللي بينهم لان هو ما ارتبطش بحد قبل كده، والعلاقه اللي شافها في حياته كانت علاقه باباه ومامته، ودي بتعتبر افشل علاقه شافها. تاني يوم تشين بيصحى من النوم وبيلاقي جدته محضره الفطار والدنيا بتكون زي الفل، وبيفهم انها عاوزه تتكلم معاه. وطبعا الجده بتقعد تتكلم على جي وبتعرفه انها بتساعد اهلها. وفعلا جي في الوقت ده بتكون في السوق وبتساعد مامتها في التوزيع، ومامتها بتجيب سيره البنت اللي تشين كان بيبوسها في الصورة اللي هي شافتها يعني. وجي ما بيكونش عارفة تقول ولا كلمة لأن هي البنت دي ده لو عرفت هتعمل منك كفتة، أي هتزود صنف في المنيو بتاع المطعم. المهم إنهم لما بيرجعوا البيت بيلاقوا النور قايم وبيفهموا إن في حرامي في البيت. يا سلام، الحرامي بيدلكوا النور ده يبقى غبي قوي. المهم إنهم لما بيدخلوا البيت بيلاقوا صاحبتها بتحضر لهم الأكل وما بيصدقوا يلاقوا أكل وبيقعدوا ياكلوا على طول زي ما تكون جايه لهم من السما. وآخر اليوم جي بيجي لها اتصال من الجدة عن طلبية أكل من مطعمه، بالرغم إنهم خلصوا شغل إلا إن جي بتاخد الطلبية وبتروح عندها. لا دي جدة الغالي بقى، البونبونايه بقى. المهم ان الجده بترجع معاها وفي الطريق بتعرفها انها عاوزه تروح لتشين علشان تديله حلويات، بس يا عيني ماهيش قادره وبتطلب منها انها تروح بالحلويات عنده. لكن جي لما بتروح عنده بتلاقي جوز واحده متوفيه عامل شغب كبير في المركز وبيفضل يتخانق مع الناس، ولما تشين بيحاول يهديه بيضربه. وجي اول ما بتشوف كده ما بتقدرش تستحمل وبتمسك الراجل وبتفضل تضرب فيه، والراجل ده بيقول لها على فكره انا بضرب ستات عادي. وقبل ما يروح يضربها تشين بيبعدوا عنها وبيجي رئيس العصابه ده، وتقريبا كده بيكون جوز المتوفيه شغال عنده لانه بيسمع كلامه اول ما بيجي وبيفض الخناق. وجي بتاخد تشين وبتروح على مكتبه علشان تعمل له اسعافات اوليه للجرح اللي في مناخيره وبتفضل معاه وما بتسيبوش. وهما طالعين تشين بيوصلها لحد التاكسي اللي بيكون مستنيها اصلا بره وبيودعها وبيمشي. وتاني يوم جي بيكون بتوصل طلبات وبتشوف عربيه تشين معديه وبتتصل عليه وبتقول له طب يا عم عبرني. وتشين بيقول لها هتصدقي لو قلت لك ان انا ما شفتكيش؟ وجي بتقول له لا بصراحه مش هصدق. المهم ان اللي بنطلع بيه من الموضوع ده ان تشي فعلا بدا يعجب بجي. وهنا صاحبه جي في الشغل بيجي لها الاكس بتاع جي وبيعرفها انه عاوز يرجع لها تاني، لكن صاحبتها بتعرفه ان جي ما عادتش محتاجه له لان في شخص تاني بقى في حياتها. المهم ان الاكس ده مش بيصدقها وبيفهم انها عاوزه تطفشه وخلاص. واخر اليوم لما بترجع البيت بتشوف جي وبتحاول تعرفها اللي حصل. وتاني يوم لما صاحبتها بتروح الشغل بتقابل كنغ تاني اللي هو الاكس بتاع جي وبيفضل يسالها عن جي برضه، لا ده انت مخك تخين بقى. وتاني يوم جي بتروح السوق وبتفكر انها تجيب هدوم لتشين، وفي السوق صاحبتها بتقابل البلطجي اللي معجب بيها وجي بتتعرف عليه وبتروح وراها عشان تعرف هي قابلته ازاي. اما تشين فبيفضل يقيس في الهدوم بتاعته وبيكون فرحان بيهم جدا. والجده لما بتعرف ان جي هي اللي جابت له الهدوم دي بتتخانق معاه لانها بدات تحس ان تشين بيعاملها كصديقه مش اكتر. والجده ما بتلاقيش قدامها غير العرافه وبتروح تحكي لها اللي حصل قبل يا عيني ما تتجلط من تصرفات حفيدها، لكن العرافه بتحاول تهديها وبتعرفها ان نصيبهم كده كده هيكون مع بعض. وتاني يوم جي بتوصل صاحبتها المطار لانها بتكون راجعه شغلها، ولما جي بترجع المحل بتاع مامتها بتلاقي كنغ مستنيها قدام المحل بتاع مامتها وبيطلب منها يتكلم معاه وبيقعد. مامتها بتشوفه لكن بتكون مش حباه ابدا. المهم ان اخر اليوم جي بتروح تقعد مع كنغ في مطعم وبتعرفه انها مش ناويه انها ترجع له تاني باي طريقه لان في شخص في حياتها وكنغ ما بيقدرش يستحمل كلامها ده، فبيطلع يشم هوا بره وبيسيب باب المطعم مفتوح وده بيتعب رجليها جدا. وفي الوقت ده تشين بيكون عارف مكانها وبيروح يتكلم معاه وبيحس ان رجليها تعباه فبيقفل الباب عشان ما تتعبش وبيحط الجاكيت بتاعه على رجليها وبيمشي. المهم ان تشين بيكون ماشي وهو متضايق جدا لان جي
مع راجل تاني غيره، وده بيخلي جي مبسوطة جدا طبعا لانها بتكون رافضة ترجع لكانغا اصلا، لكن ده طبعا تشين ما يعرفوش. المهم ان تشين بيروح يقعد مع اصحابه، وهو قاعد اصحابه بيجيبوا سيرة جي، وده بيخلي تشين يتضايق اكتر وبيقوم يتخانق معاهم. تاني يوم جي بتعرف من مامتها اللي حصل مع تشين، وده لان البلد ما بيتبلش في بقها فولة. المهم ان جي بتاخد فاكهة وبتروح تشوفه، وبتحاول تعرف من جدته اللي حصل لحد ما جدته بتقول لها روحي شوفيه، او حابس نفسه في الاوضه اهو. ولما جي بتروح تتكلم معاه بيقول لها لا انت عاوزه مني ايه؟ وجي بتقول له يعني هعوز منك ايه؟ وتشين بيقول لها انت بتفضلي ورايا في كل مكان ليه؟ وجي بتقول له طب ما انت بتروح ورايا في كل مكان. فتشين بيقول لها ايوه يعني اخرة الموضوع ده ايه يعني؟ وتشين بيقول لها ولا حاجه، قومي امشي بقى من هنا. وبيقوم يفتح لها الباب، وهي ماشيه بيشدها من ايديها، وبعد ثواني جي بتطلع من الاوضه وهي متضايقه جدا، واظن كلنا فاهمين اللي حصل. المهم ان جي بترجع على البيت وبتحكي لصاحبتها اللي حصل معاها، وبيحاولوا يلاقوا حل. وتاني يوم تشين بيبعت حد من فريقه عشان يجيب اكل من محل مامتها، وبيفضل تشين يتفرج على جي من بعيد كده يعني. وبعد شوية جي بتروح تودع كانغ في القطر، لكن كانغ بيحاول يمسك فيها ويتهجم عليها عشان تروح معاه، لكن تشين بيكون موجود في المطار في الوقت ده، وبيروح يشدها من ايد كانغ وبيمشي، وده لانه بيحبها وغيران عليها جدا من كانغ، وبيشدها بالعافية من المكان كله وبيحاول يتكلم معاها. وهو بيكلمها بيقرب منها وبيبوسها غصب عنها، لكن بعد ما بيبعد عنها جي هي اللي بتقرب منه، وده معناه انهم اخيرا هيدوا لبعض فرصة. وبعدين بياخدها يوصلها للمصنع اللي مامتها بتجيب من عنده الفراخ، وبيفضل مستنيها لحد ما بياخدها وبيروحوا على بيته. وتشين بيفضل يعمل لها الاكل علشان يغذيها بدل ما هي معصعصه كده، ما عندهمش محشي. المهم ان جي بترجع اخر اليوم البيت، وبتلاقي مامتها بتشرب وسكرانه على الاخر، فبتسيبها براحتها. وتاني يوم بتروح تخلص الشغل اللي وراها، وبتروح لبيت تشين عشان تشوفه كالعاده يعني، وبتفضل تغلس عليه. وهي معاه بتتفاجئ لان مامته جت عشان تزوره، وبعدين بتمشي. ما انت ما بترتاحيش الا تبقي في كل مكان كده محروق. ولما جي بتلاقي تشين دخل البيت بتروح وراه عشان تعرف علاقته مع مامته عامله ازاي. ولما بتقعد معاه ما بتكونش عارفه اذا كان بيحبها ولا لا، وبيقول لها انا مش عارف اتعامل معاك ازاي. وهي بتقول له لازم تكون بتحبني الاول، وبعد كده هتلاقي نفسك بتتحرك اتجاهي لوحدك، بس انت اصلا ما حبتنيش، انت اتعودت على وجودي، وعلشان كده انا هريحك مني خالص وهقوم امشي لحد ما تعرف انت عاوز ايه. ولما جي بتمشي وبتسيبه تشين بيحس ان جي هتروح من ايده، فبيروح للخطبه اللي في البلد وبيبعتها لمامي جي عشان تعرف اذا تقدم هيوافقوا عليه ولا لا. وجي بتكون عارفه اللي بيحصل ده وبتعمل نفسها انها مش فاهمه. المهم ان تشين بيكون متوتر جدا من الرد اللي هيجي ده، ما بيفكرش يعمل ماسك لوشه غير على سرير الميتين. وبعد شويه بيلاقي الخطبه جايه عنده، بتروح له الشغل وبتعرفه ان مامي جي رافضاه، وده بيخلي تشين متضايق جدا، وبيفضل يفكر في كلام حب طول الوقت لانه بيكون عاوز يعرف هي عملت معاه كده ليه. وتاني يوم بتحاول تبعت له رساله عشان تعرفه مامتها رافضه ليه، لكن اهلها بيفضلوا واقفين على الباب ولا كانها مديونه لهم، وواقفين على الراس عشان ياخدوا حقهم مثلا. المهم ان جي بتقرر انها تروح لتشين البيت، وبتلاقي عروسه قاعده مع الجده. ولما جي بتعرف بتسيبهم مع بعض وبتمشي، وبتفهم ان تشين خلاص اتخلى عنها، لكن الجده بتروح وراها وبتفهمها ان تشين ما يعرفش حاجه عن العروسه دي. وتشين بعد ما بيخرج من الشغل بيلاقي جي مستنياه عشان تتكلم معاه، وتشين بيكون متضايق منها جدا وبيقول لها عاوزه ايه؟ مش كفايه اللي حصل؟ وجي بتقول له طب يا سيدي ده انا ابقى كلبه لو اهتميت بيك تاني، وبتمشي وتسيب. لكن بعد شويه بتلاقي تشين راح وراها وبيحاول يصالحها وبيشيلها بالعافيه، وبيروحوا يتفسحوا مع بعض وبيروحوا معرض الفوانيس ده. ولسوء حظهم ان مامة جي وصاحبتها الخطبه بيكونوا في نفس المعرض ده. لا والرومانسيه بقى ما بتجيلهمش غير في الشارع ده، وهم قريبين من بعض مامة جي بتشوف وبتكون مصدومه، وبتفهم ان البنت اللي كانت في الصوره مع تشين هي بنتها. ايوه هما بيحبوا الفضايح قوي يا حاج. المهم ان مامة جي ما بتعرفش تعمل اي حاجه، ولا بتعرف تروح تجيبها من شعرها حتى، لان صاحبتها الخطبه بتكون معاها وبتاخدها وبتمشي، وبتروح تشتكي اللي عرفها من بنتها عشان تعرف نصيب بنتها رايح لفين، لانها خايفه لبنتها تعمل لها مشاكل. اما جي فبتروح على البيت وهي بتتسحب بالراحه، وبتكون مش عارفه ان مامتها مش موجوده في البيت اصلا، واختها الصغيره هي اللي بتكون مستنياها. المهم ان جي بتكلم تشين اخر اليوم، وبتكون عاوزه تعرف اذا كان هو هيقدر يسافر معاها ولا لا. تشين بيقول لها انه مش هينفع يسيب حياته في البلد. وتاني يوم لما جي بتصحى من النوم بتلاقي اختها اتاخرت على المدرسه، وبيقوموا يفكروا بسرعه عشان يطلعوا. اما مامتها فبتكون في المستشفى في الوقت ده، وبتاخد دواء للسخونيه بسبب ان بنتها عملت لها وشم بسبب اللي بنتها عملته ده، وبتكون مش عارفه تتصرف مع جي ازاي لانها بتكون خايفه ان جي تتخلى عن شغلها علشان. اما جي فبتكون اصلا في بيت تشين اللي بيعمل لها باقه ورد من الصوف، وهي بتكون قاعده معاه وبتشوف هدايا في الدرج. ولما بتساله الهدايا دي بتاعت مين، تشين بيقول لها
لها انها كانت من حبيبته القديمه. الغريب بقى ان جي ما بتتخانقش معاه وبتقول له انا مش عايزه اضيع وقتي معاك في الخناق. ولما جي بترجع البيت بتلاقي مامتها تعبانه ومش طايقه نفسها، وتشين بيكون مستغربه ايه الحاله اللي هي فيها دي. اما الجده في الوقت ده فبتروح لتشين عشان تقنعه يسافر مع جي ويبدا حياته في المدينه ويسيب كل حاجه هنا وراه، لكن تشين بيعرفها ان هو مش هيقدر يسيبها ويمشي. وتاني يوم في المحل بتاع مامة جي بتكون ليه حبيبه تشين الاولى بتجيب من عندها اكل، وده بتعرفه من كلامها مع الزبونه التانيه، وده بيخليها تتضايق منها جدا لانها بتكون عرفت ان جي بتحب تشين وبتكون فاهمه ان حبيبته الاولى راجعه له من تاني، فبتلاقيش اي حل قدامها غير انها تتصل على جي. وجي بتروح تقابل مامتها في المطعم، ولما بيقعدوا مع بعض مامتها بتطلب منها انها تنفصل عن تشين وبتعرفها ان حبيبته الاولى رجعت تاني، وطبعا ده بيخلي جي تتصدم. ولما بتمشي بتفضل تتصل على تشين لكن هو ما بيردش عليها، فبتضطر انها تروح عنده البيت وبتعرف من جدته ان حبيبته الاولى جت عشان تشوف، وبتعرف برضه ان تشين مسافر من امبارح للساحل بتاع الشغل. لكن جدة تشين بتنكر ان تشين كان له حبيبه اصلا وبتقول لها انها كانت عباره عن مصيبه في حياته. المهم ان جي بتكون قلقانه جدا خصوصا لما تشين ما بيردش عليها، فبتضطر انها تروح المكان اللي ليه موجوده فيه. ولما بتوصل هناك بتتفاجئ ان ليه حامل وانها قاعده مع جوزها في الفندق. المهم ان ليه بتطلب منها انهم يتكلموا مع بعض على انفراد، ولما بينزلوا يتكلموا مع بعض ليه بتعرفها ان علاقتها مع تشين ما كانتش علاقه حب بس، لا دي كانت علاقة اخوة شديدة شويتين، وتشين شايف ان ليه كانت مسؤولة منه. اما تشين في الوقت ده فبيكون على الساحل وفعلا بيكون عنده حالة وفاة وبيخلصها للناس الراجل مظلوم. المهم ان ليه بتكون قاعده مع جي في الوقت ده وبتحكي لها عن علاقتها بتشين، وبتعرفها ان هي كانت اخت صاحبه اللي مات، وبتعرفها ان اخوها مات قدام عينيها في اليوم ده بسبب البلطجيه لانه ما قدرش يدافع عن نفسه، خصوصا انه مش بيدخل في اي خناقات، وللاسف مات في اليوم ده. ومن بعد الحادثه دي وجي كان حاسس بالذنب وكان طول الوقت قاعد قدام بيته على طول. وليه بتقول لها ان بعد الحادثه دي تشين كان هو اللي شايل مسؤوليتي طول الوقت لحد ما اتجوزت، وللاسف بعد الجواز ما قدرتش اكون معاه على تواصل تاني. الاهم من ده كله ان جي بتتاكد ان تشين مش بيخونها ولا حاجه، وتشين بيرجع اخر اليوم لبيته وبيكون جسمه مكسر من كتر التعب، وبيقعد مع جدته وبيعرفها انه مش هيقدر يتنازل عن حياته بالسهوله دي، وبيقول لها انا مش هينفع استغنى عنك وعن شغلي وحياتي هنا واروح لبلد جديده عشان ابدا من الصفر. يعني بمعنى اصح تشين بيكون رافض فكره ان هو يسافر مع جي باي طريقه. تاني يوم جي بتروح تصحي تشين من النوم وبتطمن عليه. اما اخوات جي الصغيرين فبيطلعوا الطاقه اللي جواهم وبيقرروا انهم ينظفوا الشقه، واخيرا هيبقى لهم منفعه على كوكب الارض. والجده بتاخد شنطه الاكل بتاعت كل يوم وبتروح للعرافه علشان تقعد معاه، لكن لما بتوصل بتلاقي الناس متجمعه قدام البيت، ولما بتدخل تشوف ايه اللي بيحصل بتعرف ان العرافه اتنقلت المستشفى، وده طبعا بيخلي الجده فاقده الامل في الحياه وبتمشي من البيت وهي زعلانه. واللي بتشوفها مامة جي بس ما بتعرفش تتكلم معاه. اما تشين فلما بيصحى من النوم مش بيلاقي جدته في البيت وبيتصل عليها لكن بيلاقيها ناسيه الموبايل في البيت. واخر اليوم عيله جي بتتجمع كلها على الاكل، وفي الوقت ده بتيجي الخطبه وبتعرفوا من الجده مش لاقيينها وبتسالهم في حد شافها ولا لا، وفعلا مامة جي بتكون شافتها وبتعرفهم انها راحت الجبل. وطبعا تشين وجي وفريق المركز كله بينزلوا على الجبل عشان يدوروا عليها، كل واحد منهم بيروح في مكان، وفي الاخر جي بتلاقيها قاعده على ضفه الميه لوحدها وبيكون واضح عليها الزعل، وبتتصل على تشين وبتعرفه انها لقت الجده، وجي بتفضل قاعده جنبها علشان ما تعملش في نفسها حاجه. ولما جي بترجع البيت بتكون اتجرحت في رجليها، وده بيضايق مامتها جدا لانها ما بيكونش عاوزاها تعمل اي حاجه لصالح تشين او عيلته. اما تشين لما بياخد جدته وبيلاقيها زعلانه بيحاول يهديها وبيفضل جنبها على قد ما يقدر، وبيقعد يتكلم مع جي طول الليل، وبيقرروا انهم ينزلوا يتقابلوا في نص الليل زي بقيه العشاق كده يعني، وبيقعدوا في الشارع وبياكلوا مع بعض فشار وبيفضلوا ايام سعيده في حياتهم قبل ما الغم يجي ينكد عليهم. وبس كده لحد هنا بيخلص الجزء ده من مسلسلنا. ولو عاوزين تعرفوا ايه اللي هيحصل بعد كده استنوني في الملخص الجديد، ويا ريت كل اخواتي يواظبوا على الصلاه في مواعيدها. ولو عجبكم الفيديو يا ريت ما تبخلوش علينا باللايك، ولو اول مره تتفرجوا علينا يا ريت تعملوا لنا اشتراك وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم مننا كل جديد بنقدمه، وان شاء الله اللي جاي هيعجبكم اكتر واكتر.